يا عم عصام، أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وعايزك تنصحني. أنا معايا بكالوريوس عربي جامعة الأزهر، وعمري 27 سنة، وشغال حداد مسلح. لو فزت باللوتري إن شاء الله، هل هلاقي شغل حداد مسلح عندك في أمريكا، ولا عشان البيوت خشب في أمريكا مش هلاقي، ولا أتعلم حاجة تاني، ولا عمري كبر، ولا إيه بالظبط؟ لأن صراحة تايه وعايزك تنصحني. كبرت مين يا عم الحاج؟ 27 سنة كبرت؟ انت بص، الصنعة تقدر تتعلمها في اي مكان وفي اي زمان لو حابب تتعلم وعندك الارادة والعزيمة. وشغل حداد مسلح في امريكا، انا مش هضحك عليك، حداد مسلح هنا شغله قليل، لان اللي بيوت خشب زي ما انت قلت، انت متابع جيد وحافظ وفاهم. ففعلا حداد مسلح شغله قليل، مش هتلاقيه غير في الشركات الكبيرة. طبعا ايه اقرب حاجة عليك؟ النجار. لو تعلمت نجارة روح امريكا هني. وخلي بالك، نجارة امريكا هنا تختلف عن نجارة مصر. احنا عندنا الشدة السورية والشدة المصرية، بس انت لو شربت صنعة نجارة في مصر، هيجي هنا امريكي، النجارة اللي موجودة في امريكا ايقن لك واجزم لك انت في خلال شهر هتشربها شرب، لان هنا شغل فريمات وشغل بسيط وسهل. لو لقيت موضوع نجارة صعب عليك، انقل عن انجاشي. انجاشي خفيفي وتقدر تتعلمها بسرعة عندك، ولما تيجي هنا شغلها مطلوب ومتواجد. وما تقولش كبرت تاني، انت لسه في عز شبابك وتتعلم الصنعة في اي وقت. وربنا يوفقك يا صاحبي، تحياتي ليك.